اهلا بيكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جايلكم فيديو جديد ووصفة جديدة، وهنعمل النهاردة البطاطا بطريقة حلوة قوي هتحبوها ومش هتبطلوا تعملوها. معايا بطاطا الكمية اللي انت تحبيها. يعني لو هنتكلم على كيلو مثلا، هنجيبه نقشره ونغسله ونقطعه حلقات ونرفعه على النار، وهنحط كوبايتين من المية و3 معالق من السكر وعليهم معلقتين من السمنة. وبعد لما يستووا بالشكل دوت وتبقى خلاص بقى مهرية خالص، تسويها جامد جدا. هنجيب الهراسة بتاعتنا وهنهرسها بالشكل دوت. علشان ايه؟ لازم تكون مستوية كويس قوي علشان ما يبقاش فيها كتل. خلاص كده بقى بعد ما هرسناها، هنجيب بقى حلة او صينية او طاسة اي حاجة. هنحط فيهم 3 معالق زيت، 3 معالق سمنة. يعني بصوا، ده عبارة عن بشاميل، بس بشاميل مسكر، زي البشاميل العادي بتاع المكرونة البشاميل، بس ده هيكون زيه. بس بدل ما نحط ملح هنحط سكر. خلاص هنحط حوالي 4 معالق من الدقيق لكيلو من البطاطا. خلاص، وهنبدأ بقى ايه، نقلب كده الدقيق في الزيت والسمنة لحد ما يسخنوا. مش هسيبهم ريحتهم تطلع قوي. وهجيب معايا نص كيلو من اللبن، هنزل شوية بشوية واقلب. هنزل شوية واقلب ليه بقى؟ علشان البشاميل ما يبقاش فيه تكتلات. اول لما يشرب المية دي اول ما الدقيق يشرب اللبن، هحط غيره، وهفضل كده لحد ما القوام يبقى بالشكل ده. طبعا انا وريتهولكوا بسرعة علشان ما اضيعش وقت الفيديو. هو بيبقى بالطريقة دي، حتى البشاميل العادي هتعمليه كده برضو. هنحط حوالي 3 معالق من السكر، دول 4 لان انا عاملة اكتر من كيلو. الحلة دوت يعني كمية السكر اللي انا حطاها مناسبة جدا، اللي هي في البطاطا وفي البشاميل مناسبة جدا، علشان ما يبقاش مسكر قوي. حابة تزودي براحتك. وحطينا كيس من الفانيليا. جبنا صينية ودهناها سمنة، وبعد كده حطينا طبقة من البطاطا. طبعا الكيلو هتحط في صينية اكبر. تمام. وادي البشاميل لو حسيتي ان هو تقيل معاكي، خفيه بشوية لبن او شوية مية. هنفرد بقى البشاميل كده على الوش. عايزة اقول لكم ان دي اسهل وابسط واوفر طريقة ممكن تعملي بيها صينية البطاطا. هندخلها بقى فرن سخن تحت وفوق. هنحمر الوش، بس احنا محتاجين نحمر الوش عشان يبقى بالشكل ده. عايزه اقول لكم شكلها حلو جدا، وريحتها وطعمها عامله زي الرز المعمر بالظبط. متنسوش بقى تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وتختاروا الكل عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصل لكم. وجربوا الطريقه وقولوا لي